طب اشمعنى شركة كوكاكولا اللي الناس دايما بتقاطعها؟ اوعى تعتقد ان المقاطعة ديت بادئة النهاردة ولا السنة اللي فاتت ولا مع انتفاضة الأقصى ولا مع حتى هزيمة 67. الموضوع أكبر من كده بكتير. كوكاكولا دخلت مصر في عز الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في عام 1942. في السنة دي دخلت كوكاكولا إلى مصر كشركة أجنبية أمريكية. صادفت معاناة كبيرة جدا، كانت بتعتمد على اسمها اللي قادم من الخارج كمنتج أجنبي، وكانت الإدارة الأمريكية بتعتمد على كوكاكولا كأنها السفير الأمريكي في أي دولة بتدخلها، والحملات الدعائية اتبانت على هذا الشكل. إنما لما دخلت مصر بدأت تظهر الحملات الدعائية في شكل يميل إلى الأجنبية شوية، وده للأسف ما مشاش مع المصريين. المصريين قعدوا فترة مرتبطين بفكرة الاستقلال اللي تحققت بعد ثورة 19 وبعد إعلان الدولة المصرية عام 1922 مع الاستقلال الرسمي، وبالتالي الصناعة الوطنية المصرية بدأت تاخد شكل تاني ومختلف عن الأول. شركة زي كوكاكولا واجهت مشكلة كبيرة جدا. طب احنا نعمل ايه؟ فما كانش قدامهم غير انهم يخشوا بحملات جديدة ومختلفة. انا شخصيا في رأيي ان كوكاكولا عملت حملات جيدة جدا، ولكن في شكل منتجات. لما بدأت تظهر قضية المقاطعة ظهرت عام 1948. في السنة دي على وجه التحديد مع دخول الجيش المصري إلى فلسطين ومع إعلان دولة الكيان الإسرائيلي، بدأت الحملات المقاطعة ضد كوكاكولا، لدرجة إن كان في اتهامات ومنشورات متبادلة في الشارع بينها وبين منتجات مصرية، وبعض الجماعات زي الإخوان كانت بتقود الموضوع، وكانوا بيعملوا منشورات بيقولوا فيها إن كوكاكولا مشروب غير نقي ومشروب ربما يكون فيه شيء مسكر. فراحت كوكاكولا على غير ما هو معتاد عالميا، استخدمت الشعار الديني في حملاتها، وبدأ يظهر الجامع في خلفية الإعلان. كمان قدمت بشكل واضح ومباشر وقالت المشروب النقي الطاهر. تخيلوا معايا، كوكاكولا بتقول انها مشروب نقي وطاهر. فضل الموضوع ده لغاية عام 1950. أسست كوكاكولا شركة الصناعات المصرية، شركة الصناعة والتجارة المصرية، كوكاكولا مصر، اللي هي بعد كده سيكو. هنا بقى بدأت تقدم كوكاكولا شكل جديد، ما خلتش نجم من نجوم مصر من أول نجمة الهلال إلى سمعة إسماعيل ياسين، وحبت إن هي تعمل حملة خاصة لإسماعيل ياسين ببقه المعروف وهو بيشرب إزازة الكوكاكولا. مسألة المقاطعة بالنسبة لكوكاكولا كبيرة جدا، فضلت موجودة حتى بعد صدور يوليو الاشتراكية عام 1961. اوعى تفتكروا ان المقاطعة دي موجودة النهاردة. المقاطعة دي في مصر لها تاريخ كبير، لأن مصر أم المقاطعة.